عارفين انتوا طعم تتبيله الفراخ المشويه اللي يخليكم مش عايزين تشتروها من بره لانكم هتعملوها في البيت بطعم احلى واطعم وهتكون مختلفه ومميزه جدا كمان. اهي دي بقى فراخ مشويه مع بطاطس مشويه في الفرن بتتبيله هتخليكم تدمنوا الفراخ المشويه في البيت بعد كده. في الكبة هنحط طماطمايه ونص حزمة من الكزبرة الفريش، والكزبرة هي البطلة بتاعة التتبيلة بتاعتنا النهاردة. معاهم 3 فصوص كبار من الثوم ونص قرن من الفلفل الحامي، ممكن نستبدله بالفلفل الرومي. وعلى فكرة التتبيلة دي لفرخة صغيرة وزنها 1100 جرام بس، فلو هتعملوا فرخة كبيرة بنزود كمية التتبيلة شوية. ظبطوا الملح بتاعكم حسب الرغبة، بس يعني ما تقللوش عن معلقتين صغيرين مليانين. هنستخدم توابل هادية شوية لان احنا حاطين كزبرة مع توم، فيعني عشان نوازن الموضوع. معلقة صغيرة من البابريكا مع معلقة صغيرة من الكاري ونص معلقة صغيرة من الفلفل الاسمر. هنضيف كمان معلقتين كبار من عصير الليمون، يعني حوالي ليمونية كبيرة، معاهم معلقتين كبار من زيت الزيتون. هنضرب الكلام ده كله في الكبة على الاخر لحد ما يوصل بالشكل ده. بعد ما خلصت ضفت معلقة صغيرة من الكاتشب عشان اكسر طعم الثوم شوية، وممكن تستبدلوها بمعلقة صغيرة من العسل الابيض. صينية حطيت فيها مكعبات من البطاطس، وجبت فرخة قلت لكم وزنها 1100 جرام، كنت نقعها قبلها في ميه بملح وليمون لمده نص ساعه. عملت شرط كده في الفرخه من بره عشان التتبيله تدخل فيها. ضفت بقى التتبيله على الفرخه والبطاطس، دعكتهم كويس قوي بالتتبيله، وبدات ادخل كده التتبيله بين الفتحات اللي انا عملتها. حاولوا تسيبوها في التتبيله لمده ما تقلش عن ساعتين، وطبعا كل ما تقعد كل ما تبقى اطعم بكتير. بعد ما تكون اتبلت كويس عشان نسويها هنغطيها كويس قوي بورق الزبده، وبعديه ورق فويل او اي غطا مناسب ومحكم الغلق للصينيه اللي انتوا هتعملوا بيها. هندخلها على فرن حراره 220 لمده 45 دقيقه. بنسيبها بالفويل اول نص ساعه عشان تستوي كويس، وبعدين بنشيل ورق الفويل ونفتح الشوايه مع الفرن ونسيبها لحد ما تتحمر وتتشوي كويس هي والبطاطس. بعد ما تطلع من الفرن زينوها بشويه من الكزبره الفريش، وبالهنا والشفا.